صباح الخير على احلى رشيقات في الدنيا. وحشتوني جدا جدا. انا سما الشربيني، للي ما يعرفنيش بعمل فلوجز ليومياتي، بعمل اكلات صحيه، بتكلم عن التخسيس والرياضه، وبحول اي اكله دسمه لاكله صحيه. هتكلم معاكم النهارده عن المشروب الصباحي اللي سالي فؤاد اتكلمت عنه. انا بصراحه ماشيه عليه بقالي بالظبط 20 يوم، وحاسه بفرق حلو جدا جدا في منطقه البطن. وطبعا المشروب غني عن التعريف، يعني خلي تفاح مع عسل مع فيتامين سي. لو ما عندكيش الفيتامين سي النقط، ممكن تحطي بدلها عصرة ليمون او برتقال. بس اهم حاجة في الموضوع كله ان لازم تقلبي بمعلقة بلاستيك ضروري، علشان العسل بيتفاعل مع المعدن، فلازم تكوني المعلقة بلاستيك، وحطي دي في اعتبارك. Savoring this moment, is this our last goodbye? Haven't we learned each other? I guess one of us lied. So please just pull away. I can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when انا هنا حبيت اشارككم بالغدا بتاعي. انا استخدمت نص معلقة بس من زيت الزيتون، وطبعا حطيت فلفل الوان 20 جرام من الفلفل الاصفر، و20 جرام من الفلفل الاحمر، و50 جرام من الفلفل الاخضر. وما تخليهمش يتبلوا قوي، يعني خليهم ترانشات كده. وكنت سلقه فاصوليا على بسله على جزر، 50 جرام بسله و100 جرام من الفاصوليا. عودي نفسك تاكلي اكل صحي، بمعنى ان الاكل موجود في البيت، بس ازاي هتطبخيه وازاي هتطبقيه. خلي عندك هدف وإرادة لحياتك طول عمرك، مش عشان انت عايز تخسي دلوقتي 2 أو 3 كيلو، لأ. حطي هدف طول حياتك. انا حطيت ملح البحر اللي هو مش بيعمل مية تحت الجلد، وفلفل اسمر، وبذرة كتان. بذرة كتان طبعا خالية عن التعريف، اوميجا 3 بطريقة رهيبة. وضفت عليهم 200 جرام من صدور الفراخ، كنت سلقاهم في مية بملح فقط لا غير. ولو عندك اي صوص بتحبيه، انا حطيت معلقة من صوص الصويا، حلو جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. اتمنى ان انتوا تعملوا لي شير عشان يوصل لاكبر عدد. واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي. هعمل طرق مختلفة لانواع الفطور. اتمنى الفيديو يعجبك، وما تنسيش تضغطي لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير يا حبايبي يا رشيقاتي يا حلوين. باي باي.